قال الله جل في علاه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أحبتي، سمى الله جل في علاه الزواج بأنه سكن، وكيف لا يكون سكن والنبي صلى الله عليه وسلم استنهض همم الشباب فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. كيف لا يكون سكن والنبي صلى الله عليه وسلم استنهض الهمم فقال: تنكح المرأة لأربع: إما لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. فقال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. كيف لا يكون الزواج سكن والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تكاثروا تكاثروا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. تكاثروا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. كيف لا يكون الزواج سكن والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون وظيفته أو من ترضون راتبه أو جاءكم من ترضون ماله أو جاءكم من ترضون قبيلته. لا 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 لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. كيف لا يكون الزواج سكن والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كان حقا على الله أن يعينهم. تخيل معي أن يضع الله في ملكوته حق على نفسه أن يعينهم. ثلاث كان حق على الله أن يعينهم. قال صلى الله عليه وسلم: ومنهم الناكح الذي يريد العفاف. كم يتردد الناس وكم يتردد الشباب وكم يصل البعض عمره ويبلغ من العمر عتية ولا يقبل على الزواج. اعلم أن النبي قال: ثلاث كان حق على الله أن يعينهم. قال: منهم البركة. اليوم أصبح لا بركة لا في النساء ولا بعد الزواج. لماذا؟ هنا السبب. وسبب آخر أيها الأحبة، عايزين كل الناس اللي واقفة خدوا يا جماعة عشان الناس اللي قاعدة يا جماعة تصلوا وتسلموا. الحديث الطارق الأعلى نرجو الهدوء من علم السيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه الغر الميامين المحجلين. اللهم بارك وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنحن اليوم حضور في بيت الله عز وجل لنشهد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي سنة الزواج التي جعلها الله عز وجل آية. فقال في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بالزواج فقال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا وتناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجة. خير ما يبدأ به صيغة العقد
قراءة الفاتحة. يلا ابو العروسه حاضرين كده ابو العريس. يلا يا غالي. ابو العروسه يمسك الميكروفون. بص يا ابو العريس قول بسم الله. بسم الله والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإني توكلت على الله فإني توكلت على الله واستخرت الله وزوجت ابنتي أنوار الحسين عبد الحميد البشبيشي أنوار الحسين عبد الحميد البشبيشي البكر الرشيد المكلفة إلى ابنك محمد خميس البشبيشي المكلف زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله والحضور يشهدون على ذلك والله خير الشاهدين. حي خميس رد ابو العروسه وقول له بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فاني توكلت على الله واستخرت الله وقبلت منك زواج ابنتك انوار الحسين عبد الحميد البشبيشي البكر الرشيد المكلفه الى ابني محمد خميس السيد البشبيشي المكلف زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله والحضور يشهدون على ذلك والله خير الشاهدين. الحضور بين العروسين اللهم بارك لهما. الأكارم هو أن الآباء لم يعينوا الشباب في زماننا على الزواج، لم يعينوا الشباب، لم يقللوا المهور. أحبتي، إنما يدفع للرجل صاحب الدين هو الذي يدفع له ولا يدفع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يا سعيد بن المسيب اليوم يملكون آلاف الدولارات ولا يستطيعون الزواج بسبب التكاليف الباهظة في زماننا. 3 دراهم لا تعف مسلما. إيه لو نظر في زماننا إلى أعداد حالات الزنا في بلادنا، أعداد حالات الزنا التي حدث عنها ولا حرج. لماذا؟ لأن الشباب اليوم حينما يدقون الأبواب الذين يريدون العفاف ويريدون الحلال وتغلق الأبواب بأقفلة حديدية ومهور عالي أمام وجوههم، حينما اليوم هؤلاء الشباب لا يجدون وظائف حتى يعملون ليجمعوا المهر كي يتزوجوا، ثم ننصدم اليوم بحالات الزنا. أما آن للآباء أن يتقوا الله؟ أما آن للحكام والملوك أن يتقوا الله في الشباب؟ ثم بعد ذلك نبكي على حالات الزنا في بلادنا. زوجوا الشباب، أعينوا الشباب، اتقوا الله في الشباب. قال 3 دراهم